السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم يا جماعة عن المصاريف الدراسية لطلاب الجامعات. النهاردة الموضوع ده بيشغل ناس كتيرة جدا على مستوى الجمهورية. الطالب لما بيروح يتعامل مع الكلية بتاعته إن هو عايز يسدد المصاريف أو يسدد أي مدفوعات أخرى زي شهادة قيد أو تأمين صحي أو ما إلى ذلك. طبعا النهارده كل الكليات ومعظم الجامعات بتشتغل بنظام الفيزا. طيب احنا هنتكلم عن جامعة اسكندرية وبالتحديد اللي هي جامعة اسكندرية. في نزل تسهيل على جميع الابناء الطلبة ان بجانب طريقة السداد بالفيزا ان بقى في طريقة للسداد النقدي الكاش. يعني دلوقتي حضرتك او حضرتك كطالب مطلوب منك ان انت يكون معاك فيزا. طيب انا في ظروف معيش حاليا فيزا، انا محتاج يا جماعة ان انا اسدد المصاريف بتاعتي دلوقتي. اقدر اعمل ايه مع الكلية علشان اقدر اسدد المصاريف بتاعتي؟ طيب في زي فوري، ماشي، المكن مكتوب اسمه امان او بي او مصاري او خالص. تمام. في طرق الدفع اللي هي النقدي. اي محل حضرتك او حضرتك هتلاقيه مكتوب عليه ان هو بيستخدم وسيلة الدفع دي اللي احنا قلناها اللي هي امان او بي او مصاري او خالص. اي سوبر ماركت او اي محل او اي مكان عنده الخدمة دي هتقدر ان انت تدفع فيها مصاريفك النقدية وكاش، بالنسبة لمصاريف الجامعة أو بالنسبة لأي مدفوعات أخرى تخص الجامعة. تمام. دلوقتي لو أنا رحت الخزنة بتاعت الكلية والخزنة بتاعت الكلية قال لي لا أنا قفلت دلوقتي، لا أنا مش فاضي إن أنا آخد، لا حضرتك جاي متأخر، لا في طابور طويل، أنا ما بقاش فرض عليا يا جماعة إن أنا أتني واقف في الزحمة وفي الظروف اللي إحنا فيها. فورا هطلع على أي مكان بيقدم الخدمة دي وهروح اقول له انا عايز ادفع مصاريف الجامعه. كل اللي هيطلبه مني هيقول لي اديني الرقم القومي بتاعك. هو بيدخل حاجه عنده اسمها كود الطالب. كود الطالب ده يا جماعه بالنسبه للخدمه دي اللي هو بيعتبر الرقم القومي بتاع حضرتك. كل اللي هتعمله حضرتك هتطلع البطاقه وهتروح تقول له انا اسمي كذا والرقم القومي بتاعي كذا. بيدخل البيان بتاعك اللي هو الرقم القومي، هيطلع له ان حضرتك عليك مبلغ كذا، المبلغ اللي هو متسجل عليك، اللي الكلية مسجلاه عليك. تمام. المبلغ اللي هو هيطلع مثلا حضرتك عليك 1000 جنيه، هيقول لك عليك 1000 جنيه. العمولة اللي هو بياخدها المحل أو المكان ده أو اللي بيأدي الخدمة دي بياخد 5 جنيه و70 قرش. طيب لو أنت دفعت في الكلية بتدفع عمولة ولا لأ؟ بتدفع عمولة. العمولة اللي بتدفعها الفيزا بتتسحب منك. لو حضرتك هتدفع 1000 جنيه بيتاخد منك عمولة 5 جنيه، عمولة البنك، يعني اسمها عمولة تحصيل. يبقى كده حضرتك بدل ما تدفع اللي هي 5 جنيه هتدفع 5 جنيه و70 قرش فقط. هو ده الزيادة اللي حضرتك هتدفعها. طيب بعد ما حضرتك دفعت هتعمل ايه؟ هتاخد منه ايصال تسديد. الايصال اللي هو بيطبعه ده لازم انه يطبع لحضرتك الايصال. الايصال ده اللي هيطلع حضرتك هتبص فيه، هيبقى مكتوب فيه اسم الطالب ومكتوب فيه رقم القومي. حضرتك هتبص على البيانات دي عشان تتأكد هل الدفع تم باسمك ولا في غلط في الدفع، عشان ممكن يكون في بيانات غلط اصلا نازله في الكليه، فحضرتك لازم تراجع وتتاكد بنفسك ان البيان ده مظبوط ومكتوب فيه الفرقه بتاعتك ومكتوب اسم الكليه ومكتوب جامعه اسكندريه. يعني بيانات حضرتك كلها هتلاقيها موجوده في الايصال. تمام. كده يبقى حضرتك قمت بالسداد. يا اما هتتوجه تاني لقسم شؤون الطلاب وتقول لهم يا جماعه الايصال اهو انا دفعت، وتديهم صوره من الايصال علشان تاكد عندهم عمليه الدفع، او ان حضرتك هتتن معاك الايصال ده وهم بينزل عندهم على السيستم اوتوماتيك ان حضرتك دفعت. بس يستحسن عشان ما يحصلش غلط بعد كده ويجي حد يقول لك انت ما دفعتش،
يستحسن ان حضرتك تتابع وتاخد الايصال وتعمل لهم صورة وتروح لهم في الكلية في قسم شؤون الطلاب وتسلمهم صورة برضو، علشان حضرتك تبقى انت كده عملت كل الاجراءات بتاعتك. ولازم برضو ان حضرتك تحتفظ بصورة من السداد معاك، لأي سبب ان حد قال لك الايصال ضاع انت ما دفعتش، يبقى حضرتك معاك مستند بالسداد. آه، قبل ما هتروح تعمل السداد لازم بتكون موجود في قسم شؤون الطلاب، تعرف قيمة المصاريف اللي عليك وينزلوها لك على السيستم بتاع الكلية، البرنامج، عشان لما تروح للمحل اللي انت هتدفع فيه او في الخزنة تكون عارف ان المبلغ اللي عليك سليم، وتكون مراجع معاهم المبلغ عشان ما يحصلش اي مشكلة معاك. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالكلام ده، واي حد عنده استفسار من ابنائنا الطلبة بخصوص عملية الدفع يا ريت تعمل كومنت على الفيديو. ولو ما كنتش مشترك معانا في القناة يا ريت ان انت تشترك معانا في القناة وتفعل الجرس وتعمل شير للفيديو عشان نقدر ان احنا نفيد ناس كتيرة. وشكرا جدا لمتابعتكم للقناة. السلام عليكم.